خير؟ ما انت خارجه ما كنت قلتي لي، ما انا كلمتك من المخزن. وفد نسائي سوري وصل ولازم اكون في استقبال. طب ما قلتليش ليه؟ على الاقل كنت اتعشيت بره. نسيت ايه؟ الدنيا خربت؟ لا لا خربت ولا حاجه. وبعدين ما تتعشى مع ام سلامه وبنتها، ما انت متعود. على الاقل بيفتحوا نفسك. عن اذنك. رايح فين يا استاذ منى؟ هو انا مش هحضر السفره ولا ايه؟ يا ام سلامه مفيش داعي، انا هطلع اشم هوا. على فين يا استاذ عبد المنعم؟ خارج. ده انت لسه داخل من شويه، انا كنت على البوابه وشايفاك وانت داخل. يعني الولاد ناموا والهانم خرجت، يعني اشوف حد من اصحابي عشان اقعد اتكلم معاه. طب ولو قلت لك اقعد معاك انا تتكلم معايا؟ ماشي، بس ما نتكلمش في اي حاجه تجيب نكد. حاضر، اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك الاول. لا 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 لا، ولا ليمون ولا حاجه، انا كده كويس. قالوا لي يا اميره، انت عرفتي المرحوم جوزك ازاي؟ شفت بقى، اهو انت هو اللي بتجيب سيره النكد. الله يخرب عقلك يا اميره، يعني عايزه تقولي لي ان سيره جوزك بتجيب نكد وانت مش كنت بتحبيه ولا ايه؟ احبه؟ ده انا شفته مره واحده يا استاذ عبد المنعم، يوم ما كان جاي يطلبني من امي، وساعتها ما كنتش عارفه انه جاي يشوفني انا. يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. تعرفي يا بنت اميره ان انت ظروفك عامله زي ظروفي بالظبط. ليه كده يا استاذ عبد المنعم؟ بعد الشر على الست لقى. لا انت فهمتي غلط، انا اقصد يعني ان انا شفت لقى برضو مره واحده، ساعتها عجبتني قوي، قلت هي دي. قعدت اتحنجل يمين وشمال لحد ما اعرف هي بنت مين، وعرفت ودخلت مع ابوها في شغل. وحياتك 3 ايام وكنت عندهم في البيت قاعد على السفره بتغدى انا وهي، وبعدها باسبوع رحت جاي كاتبها لي على طول. هو النصيب بيجي كده. بس يا خساره ما لحقتش اعرفها، ما لحقتش افهمها، مع اني متاكد انها من جواها انسانه كويسه جدا، لولا بس الوش الكاوتش اللي بتبقى لابساه ده لو تقلعه هتبقى احسن الناس. بس بتحبك. تفتكري؟ الا افتكر، دي حاجات ما يعرفهاش الا احنا يا ستات. طب ما تعلمينا يا بنت وينوبك فيها ثواب. انا اعلمك؟ ده انت سيد العارفين يا استاذ عبد المنعم. انا بتكلم بجد والله، بس انا ساعات وانا لا مؤاخذه وقت بتكلم معاها يعني بحس ان انا واقف قدام صندوق متبرشم بقفل انجليزي معيش مفتاحه. الكلمه الحلوه يا استاذ عبد المنعم، اي ست بتحب الكلمه الحلوه والحنيه. الحنيه مفتاح قلب اي ست في الدنيا. حاولت وحياتك وفشلت. انت بس اللي قلبك طيب واحنا هنا حبتين. عارفه يا بنت اميره، والله العظيم انت زي العسل وجميله جدا. ربنا يكبر بخاطرك يا استاذ منعم. وانا بنت بشحت ولا ايه؟ انا بكلم بجد. عارفه لو الزمن يرجع بيا 10 سنين انا كنت اتجوزتك انت. ها؟ ودي تيجي يا استاذ منعم؟ هي العين تعلى عن الحاجب؟ احيانا بتعلى لما العين تورم. ايه يا بنت في ايه؟ وانا قلت حاجه تزعلك ولا ايه؟ انت طيارات كل الناس زيك، ده انا اتمنى عيش خدامه تحت رجليك، ده انا نفسي اشوف. اميره، اميره، سي عبد المنعم، سي عبد المنعم.
المنعم، سي عبد المنعم، يا سي عبد المنعم. صباح الفل. صباح الفل. في ايه؟ الفطار جاهز. وانا جاهز. صباح الفل والياسمين والدلع وش ياكل. الله الله الله. ايه ده كله؟ صاحب الساعة كام؟ اقعدي. انت لحقتي عملتي الكلام ده كله؟ كتر خيرك. حبيب قلبي، والله العظيم انا كده هحسد نفسي على السعادة اللي انا فيها دي. ربنا يقدرني وافضل اساعدك كده على طول. طب اقول لك ايه بقى؟ تيجي بقى اليومين دول كده ايه؟ لا مؤاخذة يعني نسافر كده نغير جو. نسافر فين؟ نسافر شرم، الغردقة، يعني كده بحر بقى وجو يعني. انا هروح الحتت دي يا سي عبد المنعم. انا مؤاخذة يعني اللي بيسافروا بقى احسن مننا في ايه؟ طب لو حد من معارفك بقى شافني معاك هتقول له دي مين؟ هقول له هقول له. شفت سكت ازاي؟ ليك حق. أميرة، أنا انا مش زعلانه، انا مش زعلانه. انا وانت انكتب علينا نفرح بس لوحدنا، لا حد يفرح معانا ولا حد يفرح لفرحنا. بعدين بقى مالا أنا بتغمى على الصبح كده ليه؟ طب لعلمك بقى عشان الكلمتين دول بقى احنا هنسافر وهننبسط، وأي حد هيقابلني هقول له مراتي حبيبتي اللي ما أقدرش أعيش من غيرها. خلاص بقى واللي يحصل يحصل. صباح الفل. يلا كل بقى. يا سي عبد المنعم. كلمة زيادة هنزل دلوقتي حالا اشتريك مايوه وهنزلك المايه. يا لهوي انا هلبس مايوه. خلاص يبقى نسافر ماشي؟ خلاص اللي يعجبك يا سي عبد المنعم اللي تشوف. طب بقول لك ايه؟ كتكوت بقى كده على الماشي. صباح الفل. ايه البق ده؟ طب يلا. يا ده افتح. حلو كده.